أكيد شفت كار كوليكترز كتير جدا حوالين العالم، شفتهم بنسخهم الأغلى والأقوى والأندر. ده المشهد المعتاد إن اللي بيحب السرعة والسواقة ومعاه كاش حاضر هيجمع موديلات قوية ومميزة تحت سقف جراج واحد. بس خليني في الفيديو ده أوريك حاجات غريبة تم تجميعها ليه علاقة بالمجال بتاع العربيات. فلو أول مرة تسمع عنا فمعاك توين تربو، دوس سبسكرايب عشان اللي جاي جامد. في ناس بتحب تجمع ولعات، ناس تانية بتحب تجمع كور، وفي ناس بتحب تجمع نظارات وحتى لبس. الأمريكان مثلا مشهورين جدا بتجميعات السنيكرز. النهارده هنتكلم عن ناس جمعوا حاجات غريبة ليها علاقة بالمجال بتاعنا، ومش بيجمعوا شوية صغيرين وخلاص، لا ده الموضوع بيوسع منهم جدا وبيمتلكوا حاجات كتير وغريبة في نفس الوقت. وهو ده فكرة الفيديو بتاع النهارده. فعندك كده أولهم سواق سباقات ناسكار توني ستيوارت. الراجل ده اللي بسببه احنا عملنا الفيديو ده. حبيت أشاركك حاجة غريبة أنا شفتها على اليوتيوب، لأن البيزمنت عنده في البيت عامله كأنه مقبرة فرعونية وفيها كنز من السباقات، لأنه مجمع خوذ بشكل قوي جدا. عنده حوالي 350 خوذة، بس مش كلهم بتوع سباقات. قال قبل كده في انترفيو ليه ان عنده خوذ لحراس مرمى وكرة القدم الامريكية، وطبعا معظمهم من انواع السباقات. وحرفيا كل خوذة عنده ليها زي قصة معاه وازاي وصلت للمجموعة. قال انه عمل التجميعة بالشكل ده في جدار بيته بسبب انه اكتشف انه عنده خوذ كتير اكتر من الجوائز، فبيقرر يشيل الجوائز ويحط مكانهم الخوذ. ده غير ان الشيء الاكيد اللي هتلاحظه اول ما تشوف الجدار ده ان في نسخة سباق فورمولا متعلقة في الحيطة. النسخة دي كان سايقها في سنة 98، بس المحرك ولع في منعطف ليه فقرر انه ياخدها ويعلقها عنده على الحيطة. ودي من اغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها، مش كل يوم بنشوف نسخة سباق متعلقة على الحيطة. يبقى فكرني نعمل فيديو على كل النسخ الفورمولا اللي متعلقين حوالين العالم في مرة. بس في تجميع من نوع تاني بقى، تجميع حاجات كان نفسنا فيها كلنا واحنا صغيرين وحتى واحنا كبار كمان، وهي نسخ العربيات المصغرة من الهوت ويلز. وهي الشركة دي اتعملت سنة 68، كانت بتعمل نسخ من المجسمات الصغيرة. عالم الدايكاست ده عالم كبير جدا والاحجام والمقاسات قصة وحكاية. بس خلينا مع الهوت ويلز المرة دي. الشركة دي احنا عملنا لها فيديو كامل هنا على القناة، اعتقد لازم هترجع تشوفه. بس ما علينا من الشركة وتفاصيلها. المهم ان فكرة تجميع النسخ دي بقت موجودة في العالم كله تقريبا، يمكن اكيد متركزة قوي في امريكا، وفي ناس كمان دخلت موسوعة جينيس بسبب كده. بس خلينا نتكلم عن واحد عنده تجميعة مالية الأوضة بتاعته حرفيا. عنده اكتر من 500 نسخة من الهوت ويلز دول، وفي كل حيطة في الأوضة بتاعته هتلاقيه مقسمهم لكذا موديل. عندك جزء كامل لنيسان سكاي لاين، كل موديلاتها بقى وكل النسخ، حتى نسخة فيلم فاست اند فيوريوس. عنده سوبر كارز كتير جدا زي فيراري ولامبورجيني، وحتى وصل بيه الحال انه حاطط كام موديل تانيين عنده في الحمام، فشيء غريب الصراحة. بس 500 ده مش رقم كبير للدرجة، خلينا نعلى شوية. ايه رأيك في 7000 نسخة من الهوت ويلز مع الامريكي جاكلين ماتر، وهو عامل متحف ليه مجمع كل حاجة شركة هوت ويلز نزلتها. كان اول نسخة ياخدها كانت سنة الافتتاح نفسه في 68، وحتى عنده عربيات مجمعها والعاب تانية غير الهوت ويلز. حتى حرفيا المتحف ده فيه كل النسخ اللي تتخيلها من الياباني للامريكي، وقيمة المجموعة بتاعته بتوصل سعرها ل1.5 مليون دولار. رقم عملاق جدا بالنسبة لألعاب صغيرة في الأول والآخر. سعر المجموعة يجيب له هايبر كار حقيقية. والأكيد إن المجموعة دي قيمتها هتزيد مع الوقت، علشان فيها نسخ زي ما قلنا قديمة جدا جدا. النسخ دي بتكون سليمة وبتكون في علبتها ما بتتفتحش أبدا. وحقيقي مجمعين الهوت ويلز دول كتير جدا. خش على يوتيوب اكتب هوت ويلز كوليكشن، هتلاقي آلاف اليوتيوبرز منزلين فيديوهات لنسخهم الحصرية. تجميعات سعرها غالي جدا بطريقة ما تصدقش. نسخ الهوت ويلز دي مش رخيصة خالص، حتى قطعة الواحدة مثلا بتكون العادي بتاعها من 10 ل 100 دولار على حسب الموديل والإصدار والفئة، كأنهم موديلات حقيقية بالظبط. فلما بتجمع عدد كبير بيوصل تمنها لمبالغ عملاقة. في نوع تاني من المجمعين، ناس بتحب تجمع ألعاب برضو لكن بتتحرك المرة دي مع نسخ الار سي، وهي عبارة عن نسخ مصغرة من العربيات بتقدر تتحكم فيها من ريموت كنترول وتتحرك كلها. وبيكون فيها نسخ اوف رود ونسخ للدريفت ونسخ سوبر كارز ونسخ ستانس كمان، حتى في دبابات وهليكوبتر، وهتلاقي كل حاجة. الار سي عالم كبير جدا، لكن هنركز في الجزء اللي على الاربع عجلات بس. في ناس بيعملوا زي ايفنتات صغيرة، بيروحوا كل مجمعين النسخ دي يتسابقوا مع بعض هناك في سباقات دراج بتتعمل هناك، والنسخ دي بتطير حرفيا. حتى نسخ الهوني كورن بتاعت كين بلوك هتلاقيها موجودة. والموديلات دي في منها زي كذا نوع، اولهم انك تشتريها جاهزة كده من المصنع من شركة معينة مثلا. التاني انك انت اللي هتبنيها على كيفك، بتقدر تغير اللون والتفاصيل وتحط كيت معين، وكمان تقدر تعدلها في كل قطعة على مزاجك. في ناس تانية بتعمل تعديل، مثلا ان هم بيحطوا بنزين في الشكمان علشان تطلع نار، فبيبقى منظرها حلو الصراحة. في بتدريفت وبتعمل باك فاير، في كل حاجة فعلا. نسخ الار سي دي سعرها احيانا ممكن يكون عالي جدا. ممكن نسخة مثلا زي النيسان زد دي توصل ثمنها ل 5000 دولار، رقم يشتري لك عربية مستعملة في الحقيقة. وفي قناة اسمها
اسمها RC دريفت توك، كل محتواها عن الRC بشكل كامل، واللقطة ان النسخ كلها بتكون باللون البنفسجي. ما عنديش فكرة صراحة عليه مختارين اللون ده، وهي القناة دي مشهورة بانها بتنزل محتوى متنوع عن الRC، سواء بقى تحديات الدريفت وده اشهر نوع هما بيقدموه. في الغالب طريقة الدريفت بتبقى ممتعة جدا بالعربيات دي، احيانا بيجيبوا القطع اللي ممكن سعرها يعدي $1000 عادي جدا ويركبوها ويعدلوها وينزلوا الحلقة وهو بيعمل لقطة بيها. لكن لو بتدور بقى على قطع غيار لعربيتك فدي فرصة كويسة انك تكون هنا، ودي الجملة اللي قالها اليوتيوبر مستر جود بيلر في فيديو ليه اتكلم عن قطع غيار اخوه بيجمعها، ودي من اغرب الحاجات اللي ممكن تسمع عنها او تشوفها حتى. يعني مين بيجمع اجزاء العربيات غير لو ورشة مثلا؟ في الغالب بتكون كميات صغيرة وبتخلص منهم على طول، لكن الراجل ده عامل هانجر كامل للقطع دي، وعنده اجزاء كتير جدا جدا من عربيات حتى من ايام الثلاثينات، موديلات زي فورد وشيفروليه ودوج وحاجات تانية كتير جدا. طول الفيديو بيوريك هو عنده ايه من القطع، في حاجات هو ناسيها اصلا، عنده قطع غيار تسد مشكلة مناطق بحالها، عنده كل حاجة بداية من الصاج اللي بتصنع منه العربية لحد الكاوتشات والرفارف وكل حاجة تتخيلها. هو الاكيد انه برضه بيورد الحاجات دي لورش مثلا معينة، لانه مش هيعمل حاجة بالقطع دي اكيد غير انه يستخدمها، بس ده شيء غريب ومميز الصراحة. برضه في مجمعين بقى من نوع تاني خالص، مجمعين المجلات اللي ليها علاقة بالعربيات، ناس بتجمع بآلاف المجلات، وبتبقى المجلات دي في منها بيتكلم على موديل معين مثلا، في منهم مثلا بيجمع مجلات عن النسخ الياباني، كل حاجة عن عالم اليابان ده بتكون موجودة عندهم، مجلة بقى للسوبرا، مجلة للجي تي ار وهكذا. والمجلات دي بتبقى في منها القديم جدا وسعرها بيزيد كمان مع الوقت، تقدر تبيعها كأنها استثمار. في قناة شفتها على اليوتيوب وانا بعمل الفيديو ده مجمع عنده 32,000 مجلة من عالم العربيات. برضه في نوع تاني من المجمعين وهم مجمعين النمر، ودول اغرب نوع ممكن تشوفه اصلا، بيجمعوا النمر القديمة والجديدة، في منهم من سنة 1915، يعني بنتكلم في ارقام عمرها اكتر من 100 سنة. في اشخاص كتير بيجمعوا الارقام دي في الجراشات بتاعتهم، بيبقى حاططهم على الحيطة في كل مكان وما يعرفوش هم عندهم كام نمرة اصلا. طبعا سعرهم برضو نفس الفكرة بيزيد مع الوقت، بالذات انها نمر مميزة وقديمة جدا. يمكن اليوتيوبر المشهور في الحتة دي هو دوج دوميرو، عنده في الجراج بتاعه كمية نمر كبيرة جدا. في ناس بتجمع جزء غطاء العجل اللي هو الهاب كاب، نسخ نادرة جدا. في حد مجمع انواع من شركة دوج من ساعة ما كان المؤسسين ماسكين الشركة من سنة 1900. في مجمع امريكي عنده نسخ لكرايزلر وكادلك ونسخ امريكاني قديمة جدا. بس اعتقد النوع ده من المجمعين مش بيكسبوا فلوس كتير قوي، هي اكيد هواية بس تحس الموضوع قهري هنا. خلينا نختم كلام ونروح لناس بتعشق حاجة اسمها تميز، اللي بيجمعوا بقى السوبر كارز نفسها، ومش اي حاجة دي بتكون بملايين الدولارات. اكيد انت ممكن ما يعجبكش فيراري باللون الاحمر فتجيب اختها باللون الاصفر، وده اللي عمله كار كوليكتور ديفيد لي، اللي اكيد في مرة هنعمل له فيديو كامل هنا على القناة. عنده مثلا فيراري F40 بموديل احمر واصفر، فيراري F50 نفس الكلام، انزو لا فيراري كله نفس الطريقة، وعنده موديلات كتير فيها الفكرة دي. فاحنا اكيد هنذيع فيديو كامل عن الراجل ده لانه بيعمل حاجة مميزة جدا. في ناس ومجمعين طبعا في الوطن العربي ولكن مش مشهورين بالدرجة الكفاية، فاكتب لنا كده في الكومنتات لو في حاجة معينة انت بتحب تجمعها وتكون مجموعة منها كبيرة مع الوقت. سلام.